منظمين وقت ترجعوا للرئيس، وقت ترجعوا للرئيس كما وقت نقول راكم منظمين. توا ما كنتش منظمين. روح قدام تبديل كوبانية، روح قدام تبديل كوبانية، روح قدام تبديل كوبانية، روح قدام تبديل كوبانية، روح قدام تبديل كوبانية. قالوا ما قالوش. ثم حكومة ما تستعرفش في الطرف النقابي وما تستعرفش في الاتحاد العام التونسي للشغل، وخير دليل اليوم يحبوا يجوعوكم ويحبوا يقضيوا على اي شكل نضالي يمارسوا قطاع النقل، ولكن اليوم اثبتوا كونكم متضامنين مع منظمتكم، منظمين على خاطر مؤسساتكم اللي اليوم يحبوا في السياسه يحبوا يفوتوا فيها، ولكن ما ينجموش العباد هذيا قادره في التفويض بإرادتنا، حبنا، وحدتنا، تضامن النقابي لنا لسنين ومسحقين اليوم الدعم باش تكون المؤسسه نتاعها عموميه وباش تبقى عموميه. صرف الاجور وصرف البناء ماهوش قادر حتى حد باش يخرج وياتي الالتزام للاخوه النقابيين باش يحاولوا يؤثروا اطاراتهم النقابيه ويؤثروا قواعدهم، ما تم حتى حد خارج ورافض باش يحكي معنا وباش يحاول يحكي معكم انتوما. اضراب مفتوح. الناس الكل تعرفها صخرة الاتحاد العام التونسي للشغل، واليوم الصخرة اللي اسمها قطاع النقل باش يفقدوا الناس الكل. بالحق التزام نقابي مع هياكلها النقابية نخرجوا الناس الكل وبارتين من غدوة الناس الكل في المستودعات نتاعها وماناش خايفين. جاء في هذاك اضراب من اجل الاستحقاقات ومن اجل ديمومة قطاع النقل، وذاك ننتظروا الناس الكل، ورنا في صورة ما عدم دعوتنا للتفاوض غدوة سيتم معناها التوحيد مع بقية شركات جهوية وتدخل الناس الكل في إضراب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم متجمعين كومبانية شركة نقل تونس، عوان شركة نقل تونس الكل باش ندرسوا وضعنا ووضع الشركة اللي هو أصبح وضع معناتها مزري من جميع النواحي. نبداو بالناحية الأولى اللي هي
شهري العباد وناس تخلص وناس ومصاريفهم والتزاماتهم مع البنوك والتزاماتهم مع الناس وكل شيء. هذا تأخير في الأجور أصبح معضلة كبيرة. أنت دولة اليوم تطلب مني أنا كشركة نقل تونس باش نوفر إمكانيات الخدامة متاعي، معناتها فلوس شهريهم واحد، وأنت تفرض عليا كون النقل يكون اجتماعي. معناتها شنو اجتماعي؟ اللي هي الدولة خويا الشركة معناتها ب 500 فرنك تيكي يلزمك انت تخلص خدامتك، تخلص مازوتك، تجيب الماتريال، اللي هذه حاجه مستحيله فهمتني كونها تصير. اليوم سلطه الاشراف متعنته ما على بالهاش بينا، لا يهمها في رزقنا لا يهمها في حالتنا. اليوم صبحت البلاد واقفه، نحن نحبوا البلاد واقفه ولا المواطنين واقفين وما تخدمش تمشي تخدمها. نحن هذيك مهمتنا، نحن شركه نقل تونس مهمتها توصل العباد اللي يخدمها، وهذيك هي معناتها نقفوا مع بعضنا الناس الكل باش كل الامور تمشي في اطارها. معناتها كونه العباد تمشي لخدمها، ونحن زاد راهو عندنا حق زاد من ناحيه ماديات راهي كسحت علينا برشا. راهو نحن مش اليوم راهو حبينا كيك حكينا راسنا، راهو بعد مفاوضات كبيره وبعد كلامات واللي هما فاوضوا مشاو للوزاره وحكوا مع الوزير، وعندنا جماعه النقل حكيت مع الوزير، عندنا ناس تفاوض علينا توا هي مع رئاسه الحكومه فهمتني. بقات واقفه الحكايه، ما همش عاطينا حتى اهميه في رزق الناس، اعطيهم حقهم. الواجب هو كونه كل واحد ياخذ حقه في البلاد هذيا. شنو انت تو باش تجي تقول لي انا نحي الدعم على شركه النقل؟ هي نحي الدعم خويا وركح امورك، اما خويا ما تنجمش تنحي الدعم على شركه انت فارض عليها كونها تكون اجتماعيه. هو النقل مجاني ودستوري، النقل مجاني ودستوري، هو حق المواطن. النقل له حق وزاره، له حق حكومه، له حق شركه كنحن، هذاك حق مواطن يركب على روحه، الدوله لازمها توفر له كل شيء. تجي انت اليوم تقول لي خويا نحن ما عندناش فلوس باش نخلصوكم، ماهيش مشكلتنا. هم الاسلاك كلها خلصت، جميع الاسلاك، جميع الوظيفه العموميه كلها خلصت. كان الكوبانيه خويا اللي هي عرسه البلاد، نزيد نعاودها ونقولها الكوبانيه عرسه البلاد. والسلام عليكم. انتقلنا الى سوق سيدي عبد السلام اللي معروف بالاكتظاظ. هذا يلخص انه الكوبانيه اقوى عرسه في البلاد وشهاري الخدامه بالحق راهو خط احمر، وان شاء الله ربي يجريها على سلاح. السلام عليكم.